تتميز القصبات المغربية بتعدد أشكال بناياتها الحصينة التي تضفي طابعا جماليا يحاكي التاريخ، ويعد المغرب من الدول القلائل التي تنفرد بهذا البناء الحسن الذي يزيده قيمة مضافة يرقى به ليكون محط اهتمام السياح الأجانب. ورغم الأهمية التاريخية والمعمارية التي تتميز بها القصبات في المغرب، إلا أن بعضها يعاني التهميش والتقصير. يعرف التاريخ القاضي محمد بن إدريس أنه علامة من سلالة العلويين، وأحد الشخصيات العلمية والثقافية البارزة في النصف الأول من القرن العشرين. عاصر ذروة السيطرة الاستعمارية الفرنسية على المغرب، ووثق لعصر أثري جعل صيته يذاع بين المغاربة. كما عرف الفقيه سي محمد بن إدريس بأنه كان فقيها، وكان يشرف على المقصورة بمدينة الدار البيضاء، وكان له سكن بحي الأحباس. وهذه الدار كانت شكل من أشكال العزيب إن صح التعبير، وكانت شاسعة ذات أبواب مقوسة وسكن قائدي بصالونات مزخرفة إلى آخره، وكان بها سجن لأنه كان قاضي، كان يقوم بعملية القضاء بين الناس في مشاكلهم إلى آخره. القاضي بن إدريس هو من أحد الحفادة ديال السلطان محمد بن عبد الله، وبالتالي كتربطوا قرابة، صلة قرابة بالعائلة الملكية، أي أنه ابن عم السلطان مولاي يوسف، وكذلك محمد بن يوسف. وبالتالي تبوأ مناصب في القضاء الشرعي، خاصة في بعض المناطق، منها في الغرب في سوق الأربعة أو شي حاجة من هذا القبيل، وكذلك في الصفرو وبعض وكذا في مجموعة من المناطق قبل الدخول ديالو للدار البيضاء. استقر في حي الأحباس، المحل ديالو في حي الأحباس معروف خلف المسجد المحمدي اللي كاين في حي الأحباس، قريب من السكة ديال القطار اللي كتفصل ما بين حي الأحباس ودرب البلدية. تما في كانت المقر، يعني السكنة الأصلية الأساسية ديالو. البناية ديال اللي معروفة بالقاضي بن إدريس أو القصبة ديال القاضي بن إدريس، المؤشرات تحيل أنها بنيت في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات، وبالتالي أنها من بين البنايات القديمة اللي تشيدت في المنطقة ديال عين الشق وسباسة. هو محمد بن إدريس حفيد السلطان محمد بن عبد الله، عالم دين تشبع بالفكر السلفي الإصلاحي وتأثر بالطريقة التيجانية، ونظرا لاهتمامه بالمعرفة وبعلوم الدين بعثه السلطان إلى مدينة الدار البيضاء ليصبح القاضي المكلف بشكايات المواطنين. كان محمد بن إدريس يميل إلى تجديد النظر في بعض المسائل الشرعية التي كان عمله في القضاء وسيلة لمواجهتها والبحث فيها بروح جديدة تلائم واقع العصر آنذاك. ارتبط اسم محمد بن إدريس بالدار التي سكنها بداية الأربعينات من القرن الماضي، وهي بناية أثرية تتوسط حي مولاي عبد الله بعين الشق. هي قصبة أثرية ذات حمولة تاريخية شهدت على عصر الحماية الفرنسية، وحافظة لسيرة محمد بن إدريس القاضي الذي كان يرفض الموافقة على أي توجه استعماري يحاول المس بالشرع، الأمر الذي دفعه ليساند ويشارك في الحركة الوطنية. بالنسبة قصبة ديال القاضي بن إدريس أو دار القاضي بن إدريس، هي قصبة معمارية تاريخية بامتياز، ونمط بنائها يكون شبيه إن لم نقل رديف لدور أو دار القاضي أو القائد، بحيث تتخللها أقواس، أبواب مقوسة، وسكن نمط تقليدي بلدي بالنقوش والزخارف إلى آخره. تعيش دار القاضي بن إدريس حالة من التدهور عرفتها منذ أواخر القرن العشرين،
جعلتها تتحول إلى مطرح للأزبال يعاني منه الساكنة المجاورة. عزيز المجدوب صحفي أعد تقريرا حول الحالة المزرية التي وصلت إليها القصبة، نشرته صحيفة الصباح. الفكرة جات أولا من اهتمامي بالمعالم ديال مدينة الدار البيضاء والجوانب وبعض الفضاءات اللي كتعكس جانب الأصالة في هذه المدينة اللي أصلا الجميع يقول عنها بأنها بدون تاريخ أو أن تاريخها حديث جدا. فبالتالي كان دائما عندي اهتمام بالفضاءات، بالأحياء، بالبنايات اللي كتعكس واحد الجانب من تاريخ هذه المدينة. في هذا الإطار جاء الاشتغال ديالي على بناية القاضي بن دريس. ربما المسألة فيها جانب ذاتي وفيها جانب موضوعي. الجانب الذاتي متعلق بأنه ملي كنت طفل صغير، بحكم أنني نشأت في حي سباسة القريب من منطقة عين الشق، كنت دائما تردد على ذلك الفضاء. يعني بقى ذاك الفضاء راسخ في الذهن ديالي، خاصة أنه كان فضاء متميز في مدينة الدار البيضاء وما كاينش ليه مثيل، خصوصا أن مدينة الدار البيضاء ما فيهاش قصبات بالمعنى الدقيق للكلمة، من أنه ما كانش قصبات تاريخية فيها. وبالتالي أنه كان طبيعي أن البناية بحال دار القاضي بن دريس أنها تلفت الانتباه ديالي. غبت سنوات على ذاك الفضاء، فمؤخرا دزت من تمايا فتم انتباهي للحالة المتردية اللي كانت على القصبة. هي تقريبا منذ عقود، تقريبا من بداية التسعينات، وهي كانت معروفة بأنها فضاء اللي كان فيه الكريانات، كان فيه دور الصفيح، بحكم أنه من بعد التردي ديال الحالة ديال القصبة تم الاقتحام ديالها من طرف مجموعة ديال الغرباء على المنطقة، وحتى كذلك بتواطؤ مع السلطات المحلية والمجالس اللي تعاقبت على عين الشق. كان هناك يعني سطو على المجال سواء الداخلي ديال القصبة أو المجال المحيط بها، وبالتالي فرخ مجموعة ديال الأحياء الصفيح اللي انتشر في المنطقة آنذاك. توالت السنوات وتحولت قصبة محمد بن دريس إلى دور للصفيح ومطرح للأزبال، وباتت تلقب بين البيضاويين بكريان القاضي بن دريس، بعدما كانت واحدة من أشهر وأقدم معالم البيضاء، بل وأضحت تعيش الإهمال بجل مظاهره. كانت كيف ما قلت تفاجأ بالمشهد ديال الحالة المتردية اللي وصلت عليها البناية وكذلك المجال المحيط بها. في مرة ثانية رجعت أنا والمصور اللي معنا، رغم أن العملية كانت محفوفة بالمخاطر، بحكم أن المنطقة معروفة أمنيا، معروفة بانتشار الإجرام وكذلك كذلك بالتجار في المخدرات والمشروبات الروحية في هذيك المنطقة، معروفة عند بيضاوة وكذلك عند السكان ديال عين الشق، معروفة يعني منطقة القاضي بن دريس بأنها واحدة من النقاط السوداء. فبالتالي ما كانش أمامنا خيار، يعني في بعض الأحيان حتى المهنة كتطلب أنك بعض المرات تغامر. مشينا اقتحمنا المكان يعني لحسن الحظ أننا وحنا كنتربصوا بالبناية، كنحاولوا نحددوا شي زوايا اللي التقطوا منها صور. صافنا واحد الشخص من أبناء هذيك المنطقة أنه قدر يوقف معنا ودخل معنا لشي أماكن ما كانش ممكن نوصلوا لها بوحدنا. وقد شكل الدار القاضي بن دريس أحد أحياء السكنية الخمسة المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضاري بعمالة مقاطعة عين الشق في برامجها 2006 2010 و2010 2015. وقد كان لها موقع متميز داخل حي مولاي عبد الله، حي لوتيسمون ديتا. ملي كنتكلموا على المنطقه اللي تبنات فيها دار القاضي او القصبه ديال القاضي، لانه كل المواصفات المعماريه ديال القصبه موجوده في هذيك البنايه. يعني المكان والتاريخ فين تبنات، كيف ما قلنا نهايه الثلاثينات وبدايه الاربعينات. شنو كان تما بالضبط؟
حي عين الشق مازال ما تبناش، لانه الحي عين الشق ما غادي يبان حتى الاواسط الاربعينات، تقريبا في 1945 او في 1946 عاد غادي يبان حي عين الشق اللي غيتبنى بمواصفات خاصه قريبه من حي الاحباس اللي كاين في درب السلطان. هذا ولكن في المنطقه او المكان الموقع فين تبنات فيه دار القاضي بن دريس على بعد امتار منها قليله منها كان فقط بنايه الخيريه ديال عين الشق التي بنيت نهايه العشرينات، هذيك البنايه الوحيده اللي كانت فقط. فبالتالي حتى الموقع الاستراتيجي ديال القصبه تبنات كذلك على بعد امتار كيف ما قلنا من الخيريه، وكذلك من المعبر اللي كان كيسموه القامره، كان معروف في مدينه الدار البيضاء بانه كان اشبه بمعبر حدودي للوافدين من البوادي والمناطق الحواز ديال الدار البيضاء اللي كيبغوا يدخلوا لمدينه الدار البيضاء. كانت هناك نقطه تفتيش قريبه من كاينه حاليا دابا في التقاطع ديال شارع محمد السادس مع المنظر العام والوحده الافريقيه. كنا بمعنى انه حتى الموقع كل هذا الموقع الاستراتيجي ديال القصبه جاء على الممر ديال طريق مديونه كيراقب طريق مديونه، وفي نفس الوقت كان كيستقبل فيه الشكايات ديال المتقاضين اللي غيبغوا يدخلوا للدار البيضاء عوض يدخلوا حتى للمدينه لداخل، كان ممكن يفك لهم المشاكل ديالهم تما في هذاك. فبالتالي تبنات كانها نقطه استقبال للعابرين من خارج الدار البيضاء. في إطار مخطط لإخلاء السكان من المعلمة، وريثما تتحرر نهائيا من الاستغلال المفرط الذي طالما رافقها، تطرح العديد من الأسئلة في ذهن البيضاويين: ما إذا كانت ستتحول هذه القصبة إلى متحف لحفظ الذاكرة التاريخية للمقاومة بالمدينة؟